أهلا ومرحبا بكم مجددا السادة المتابعين في كل مكان. حديثنا اليوم عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم استكمالا لما بدأناه في الحلقة الماضية. الحديث فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا له شجون ويحبه القلب. قالت عائشة رضي الله عنها كما روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ماذا تقصد بهذا أم المؤمنين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من نافلة القول الحديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يطبق أول ما ينزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه خاصيتان فيما يبلغ عن الله عز وجل، فيه خاصية العصمة وفيه خاصية الاستعصام. خاصية العصمة أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يخطئ لا في صغيرة ولا كبيرة فيما يبلغ عن الله، وهو في هذا السياق معصوم. والسبب في ذلك في أنه لو لم يكن معصوما وكان عرضة للخطأ لكان ذلك محلا للتشكيك في رسالته عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى عصمه فيما يبلغ عن الله، وهذا محل اتفاق وإجماع لا يكاد يختلف أهل الإسلام عموما في أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مستعصم، وأنا أفضل أن يقال في السياق الآخر الاستعصام ولا يقال العصمة. والفرق بينهما؟ الاستعصام في السلوك والممارسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتلقاه عن الله سبحانه وتعالى ويطبقه فهو ليس آلة، يعني آلة ميكانيكية، لا، حتى لا يفهم هذا السياق. فالنبي صلى الله عليه وسلم له إرادة، له كذا، له، لكن عند التطبيق فهو مستعصم كمال الاستعصام في أنه مستمسك كمال الاستمساك بما نزل عن الله عز وجل. جميل. وبالتالي النبي يجمع بين خاصيتين، خاصية الاستعصام وخاصية العصمة. خاصية العصمة في البلاغ والاستعصام في التطبيق. فالنموذج النبوي فيه الكمال تماما تطبيقا أو تنزيلا من الله سبحانه وتعالى وتطبيقا في نفس الوقت. ولذلك هذا الحديث يأتي معنا فيما يمكن أن نسميه بالاستعصام. جميل. لما قالت عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. ولا يمكن لهذا الوصف الذي يصدر عن الاستقراء من أمنا عائشة رضي الله عنها أن يكون إلا إذا أدركت عائشة أو تابعت عائشة رضي الله عنها أحكام القرآن الكريم وأخلاقيات
ما نزل في القرآن الكريم، ثم نظرت إلى سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عاشرته عليه الصلاة والسلام لسنوات طويلة، فرأت أن هنالك تطابق بين الوحي المنزل وما بين الوحي المطبق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. فهنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم شهدت له عائشة رضي الله عنها بأن خلقه، إذا أردتم أن تنظروا إلى الخلق التجسيدي صح التعبير، يعني شيء مجسد في الواقع، وأردتم أن تروا قرآنا يمشي على الأرض، فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك ستجد النبي صلى الله عليه وسلم في كمال تصوره، التصورات الصحيحة، ستجد النبي صلى الله عليه وسلم في كمال استمساكه بالتشريع، فهو لا يعصي الله تبارك وتعالى لا في الكبيرة ولا في صغيرة فيما نزل من الله سبحانه وتعالى، في كمال الأخلاق، والأخلاق سلوك يعني يتصف به الإنسان عندما يكون يتجه نحو الكمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السلوك الأخلاقي ستجد أنه قمة في ذلك، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم مكان الاقتداء والائتساء، الناس ينظرون إليه، يعني حتى لو لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من، يعني يمكن لبعض الناس أن يفعل فعل وأنت تسأله تقول والله هل هذا الشيء الذي فعلته هو من الشريعة أو ليست منه؟ النبي ليست منها، لا يدخل في هذه الدائرة، فكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو إما أنه في دائرة الوجوب أو في دائرة الاستحباب أو في دائرة الإباحة، لكنه لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن تجده في دوائر التحريم أو في دوائر الكراهة، فهذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم غير واردة، ولذلك كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن بهذا الاعتبار. جميل. ما هي المرجعية الأخلاقية للإنسان في عموم الأمر كي يصل إلى الحالة الأخلاقية التي وصلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو على كل منبع الأخلاق بعضها فطري، أي أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الأشياء السوية بشكل عام، يعني مثلا معظم أهل الأرض الآن تجدهم يتفقون حول قضايا معينة في الجملة، ما تجد مثلا مجتمع يمدح الكذب أو مجتمع يستريح للظلم مثلا، فقيمة العدالة قيمة متفق عليها أخلاقيا، قيمة الصدق قيمة متفق عليها أخلاقيا، قيمة الإحسان إلى الخلق، تكاد البشرية كلها من يقدم خيرا للناس يكون ممدوحا، لا يعني حتى الذين ينطلقون بأبعاد مادية لا يذمون من يعطي، ولكن يمكن أن ينظروا إليه بأنه والله يا أخي هذا لا يعني لا يجني شيئا أو ربما ينفق أكثر من اللازم، ينظرون في جانب مادي، لكن لا تجدهم يذمونه. فالجانب الأول في منظومة الأخلاق ومصدرها هو موضوع الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها في حبها للخير وكراهيتها للشر وابتعادها عن هذه، في الأصل هذا الجانب. الأمر الثاني أحيانا يحصل انتكاسة فيما يتعلق بالفطرة، فالفطرة لا تمضي، لأن الفطرة تتعرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فتأتي عملية اليهودية أو التهويد أو التنصير أو المجوسية تأتي كحالة لاحقة من خلال البيئة، فالبيئة تؤثر في الإنسان. ممتاز. يعني الآن الفطرة اللي نتكلم عنها هي بالأصل الديانة، ديانة الإسلام. الفطرة بعضهم يفسرها بالديانة وبعضهم يفسرها بالحالة السوية في الإنسان، الحالة السوية في الإنسان قبل نزول إيه؟ قبل نزول الديانة، فالإنسان على سوية، الله تبارك وتعالى خلقه في أحسن تقويم، هو بعد ذلك بسلوكه بتصرفاته تردى إلى أسفل سافلين. الله تبارك وتعالى هذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليه، أنه على السوية، أنه على الجادة، أنه على معرفة الله والاتجاه نحو الله بالفطرة، لكنه تحصل بعد ذلك أن الشياطين تجتالهم، أن النفس غير السوية أو النفس التي تعرضت للتحريف تجره إلى غير ذلك. فهذا نور الفطرة واحد من الأنوار التي يعتمد عليها فيما يتعلق إذا كانت على الأقل هذه الفطرة خضعت بعد ذلك الاتجاه الإيجابي. الجانب الثاني في موضوع الأخلاق هو منظومة القيم الرسالية، يعني معظم الأخلاق أصولها دينية. جميل. أصولها دينية، والسبب في ذلك أن الأديان ترتقي بالإنسان فيما يتعلق بالسلوك البشري ليكون سلوكا قويما ومنسجما مع فطرته وليس متناقضا أو مجانبا لها. فيمكن أن نقول بأن المصادر الأساسية للأخلاق هي مصادر الفطرة الإنسانية ثم الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، ثم من هذه وهذه، أو أيضا أحيانا ممكن تنشأ أيضا ما يمكن أن نسميه بالأعراف الطيبة في المجتمعات،
العراف الطيبة، سواء كانت منبعها دين أو كان منبعها فطرة، لكن هنالك تنشأ من بعض الناس أخلاقيات جميلة يتفق الناس على أنها من المعروف. وكلمة المعروف هو ما يتعارف الناس عليه ولا يستنكرونه ولا يجدون فيه بعد عن القيم السوية. وهنالك المنكر الذي تستنكره النفوس وتأتي الشرائع لتؤكد على نكرانه وقبحه، بينما المعروف تؤكد عليه. نعم. جميل. إذا مرجعية الأخلاق كما ذكرتم الفطرة ببعديها، من قال أنها الدين ومن قال أنها الفطرة السوية والإنسان. نعم. ثم الرسالات السماوية ثم الأعراف. نعم. جميل. هل للأخلاق علاقة بالإيمان؟ كما هل ورد في الأثر شيء من هذا؟ هو بلا شك الأخلاق والإيمان في علاقة، صح التعبير، علاقة طردية. نعم. أو عكسية كذلك. يعني عندما أقول علاقة طردية بمعنى كلما زاد الإنسان في إيمانه حسن خلقه، لأن الإيمان يؤدي إلى استقامة النفس البشرية، طهارة القلوب، تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الناس الذي ازداد إيمانه لا يصدر عنه أخلاقيا ما يناقض ذلك، لأن الأخلاق في نهاية المطاف ما هي إلا الثمرة التي يمكن أن نجنيها من قضية الإيمان. يعني الإيمان بمعناه العام، الإيمان هنا أنا أتكلم عن التصورات والأعمال، فينتج لنا الأخلاق الطيبة. أيضا إذا كانت هنالك أخلاق غير إيمانية تتعلق بالكفر، بالنفاق، بالانحراف، بالمعاصي، بالفسق، بكذا، تنتج لنا بطبيعة الحال أيضا أخلاق غير سوية. فأنت في حالة على كل طردية، كلما كان الإيمان مرتفعا كلما كانت الأخلاق مواكبة معه وتزداد بازدياده. وكلما انحرف الإنسان والعياذ بالله عن الإيمان بالله تبارك وتعالى انحرف بطبيعة الحال أيضا عن الأخلاق. لكن يبقى هنالك سؤال، ولعل هذه من الأشياء التي ناقشها على عزة بيغوفيتش في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، وهو هل يمكن أن نقول يوجد ملاحدة أخلاقيون؟ نعم. يعني هل ملحد ويمكن أن يكون أخلاقي؟ قال الإلحاد غير أخلاقي. الإلحاد كإلحاد لا يمكن أن نقول الإلحاد، لأنه ابتداء هو حالة نكران وكفران مع الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن نرتبط به أخلاقيا بالإيمان. فمتى ما وجد الإلحاد يقول الإلحاد غير أخلاقي. لكن يمكن أن يكون هنالك ملحد عنده خلق للعوامل التي ذكرناها، فيه بقايا فطرة، فيه بقايا أعراف، فيه بقايا مؤثرات، فيه تأثر بقوانين. فعلى كل يمكن للملحد أن يكون أخلاقي في بعض القضايا ليس بدوافع الإيمان لكن بدوافع أخرى. هذه جميل. إذا ما للملحد الإلحاد مجردا غير أخلاقي، ولكن الملحد قد يكون أخلاقي، قد يكون أخلاقي وقد لا يكون أخلاقي بناء على اللي ذكرناه. لكن خلينا نقول بأنه الملاحدة بشكل عام في معظم القضايا الأخلاقية المرتبطة بالغيب ومرتبطة بالآخرة تجده هنا لا يبالي بها، لكنه يمكن أن يكون أخلاقيا في الشأن الدنيوي، في أمور دنيوية، في أمور محسوسة، في أمور يعني مثلا يرى مرضى، يرى كذا، اهتمام بأسرته، اهتمام بأقربه. هذا الشأن المادي العادي يمكن أن يكون بإنسانيته المحضة يتفاعل معها فيكون أخلاقيا. لكن سبحان الله لن يحصل الكمال الأخلاقي إلا إذا تجاوز الإنسان حجب الغيب للنظر إلى ما هو أبعد من الشيء المادي، لأن الارتباط بالشأن المادي يحول الإنسان إلى فقط عبارة عن آلة زي ما يقولوا بتاعت سحب مالي فقط. يعني هو يتعامل معك إنه والله كسبا وعطاء، لكن الأخلاق تتجاوز ذلك، لأنها في كثير من القضايا هي عطاء محض في الدنيا وتطلع لما عند الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لاحظ كيف أنه لا يريد جزاء في دنيا، يعني المكافأة بمعنى أنا أعطيك وأنت تعطيني، ولا أريد أيضا أن تشكرني، وهذا شيء معنوي وذاك شيء مادي، قدر ما هم يتطلعون إلى أهل الأخلاق يتطلعون إلى المعنى. ولذلك سبحان الله نجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الأخلاق جعل أكثر الناس قربا منه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. فكلما كان الإنسان أكثر خلقا في هذه الدنيا كلما كان أقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لارتباط هذه المسألة بالبعد الأخروي بطبيعة الحال. جميل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من رأى منكم منكرا
فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل هذا نوع من أنواع الأخلاق المجتمعية التي حث عليها الإسلام؟ وبلا شك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القيم على كلنا المهمة جدا التي يتصف بها المجتمع الإسلامي. وهنا ستأتي سبحان الله اختلاف الفلسفات. المجتمعات تقوم على فلسفات متعددة. فمثلا المجتمع الليبرالي قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير موجودة عنده تماما. غير موجود لسبب بسيط، يعني يترك الأمور للقانون. ولكن نحن هنا نتكلم عن مسائل أخلاقية ليست قضايا فقط قانونية. فالذي يرى أمامه منكر في المجتمع الليبرالي ما في إشكال ما دام أن هذا الشخص يفعل هذا المنكر ولا يتضرر منه آخرون أو يتقبله. وللأسف الشديد في كثير من تصوراتنا الآن وممارساتنا تجد المجتمعات الإسلامية حصلت فيها نوع من اللبرلة إن صح التعبير، صارت قيمها ليبرالية في أنها لا تقلق كثيرا ولا تنزعج بانتشار المنكرات. هذا الحديث على وجه التحديد أول ما يشير إليه قبل التغيير، قبل أنك والله تغير، ابتداء يوجد الإيمان ويوجد الإسلام في داخل قلب المؤمن كراهيته للباطل. هذه ما بتتناولها القضايا غير الإيمانية. ابتداء أنت تحب الإيمان وتحب أهل الإيمان، تبغض الكفر وتبغض أهل الكفر. لاحظ. طب هنا ستأتي إشكالات كثيرة جدا. بعض الناس يقول لك ليش بتكره الكفر؟ أنا لا أكره الكافر في شخصي، لكن هنالك سلوك يجب أن نكون واضحين جدا تجاه القيم الأخلاقية المتردية. يجب أن يكون الموقف واضح تجاه القيم الفاضلة السوية، يجب كذلك الموقف أن يكون واضح. فهنا مواقف محبوبة لله نحبها، هنا مواقف مبغوضة لله نبغضها. وهنا سبحان الله الترمومتر اللي بيقيس به الإنسان إنه والله هذا حق أو هذا ليست مزاجه الشخصي. ولذلك من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه والله القضية التي يؤمر بها وينهى عنها أن تكون محل اتفاق. لاحظ، يعني لا تحاول أن تدخل في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في قضية فيها مساحة في الشريعة. يعني أنت صحيح على المستوى الشخصي أنت والله تريد أن تتورع، أنت تريد كذا، لا تحاول أن تزاحم الناس في هذا الجانب، لكن حراما واضحا منكرا معروفا مجمع عليه ورد في كتاب الله حرمته، مثلا كالزنا، كأكل أموال اليتامى، كالربا، المنكرات المعروفة هذه الحديث هذا ينطبق فيها تماما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طبعا هنا على تفاوت. طبعا بعض المجتمعات قد تتيح لك انك انت والله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى باليد في شأن معين. يعني مثلا صاحب الولاية على الأسرة عنده المساحة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده، بمعنى يغير بيده في داخل ولايته وداخل سلطانه. لكن إذا كان والله خارج ولايتك وربما يكون ذلك داخل تحت سلطان عام، داخل زي ما قلت تحت سلطان الدولة، تحت سلطان الحكومة، تحت سلطان الوالي مثلا، هذه القضايا التي تدخل تحت سلطان غير سلطانك المباشر احرص أنك لا تتدخل فيها باليد، لأن ذلك قد يدخلك في دائرة التقول على سلطات الدولة، وبالتالي قد تعاقب على ذلك. لكن أعطتك الشريعة الفرصة لأن تأمر باللسان وتحاجج وتتكلم وتأمر وتنهى. هنا ليست هنالك مشكلة، مع أنها في المجتمعات الوضعية هي مشكلة أن تنهى حتى بلسانك. ليش يقول لك ليش تتدخل فيه؟ ولذلك سبحان الله ما لم نتصور الخلفيات التي ينطلق منها كل منظومة أخلاقية وكل منظومة تشريعية سنكون في إشكال. المنظومة الدينية الإسلامية قائمة على فكرة معينة، هذه الفكرة مؤسسة على موضوع الحق والخير. هذا الحق والخير عندما يتجلى إلى الناس إما أن يتجلى بصورته الكلية أو بصورة منقوصة. عندما يكون منقوصا أو تحاول أن تشوهه بعض الأطراف، يأتي الإنسان المسلم ليصحح ويقوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهكذا. فهذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد فيه على قيمة أولا أن الإنسان يكره الكفر ويكره المعاصي ويكره الذنوب ويكره كذا ابتداء بقلبه، هو يدين لذلك. طيب في إطار التغيير إما أنه يغير بيده وإما أنه يغير بلسانه. طيب هذا المستوى الفعلي اللي أنت تباشر. طيب هنالك مستوى أنا والله لا أستطيع أن أماشر بيدي ولا أستطيع أن أأمر بلساني.
مش أحيانا عدم الاستطاعة بمعنى أنك ما بتقدر. يعني الآن مثلا ما تراه من منكرات في كثير من المواقع العامة، أنت تستطيع أن تتكلم، لكن هنالك قانون في الدولة مثلا إذا تكلمت يطالك هذا القانون في أنه طوال أنت تدخلت في شؤون شؤون الآخرين. هنا تأتي المنزلة الثالثة. إذا الشخص رأى بأنه والله أخذه بعزيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان أو باليد تسبب له مشكلة، فأقل ما يفعله أن يكره ذلك بقلبه، وكراهيته بقلبه أيضا يبنى عليه موقف. يعني أنت ما تقول لي أنا والله كاره للمنكر وأنت جالس بين الخمارين مثلا يشربون في خمورهم وكذا، وأنت تجالسهم وتآكلهم وتصاحبهم وتضحك معهم والمنكر قائم. هنا أقل ما يفعل بأنك منكر بقلبك غادر المكان الذي هم فيه. جميل. كما جاء ذلك حتى يخوضوا في حديث غيره. جميل. ما موقف هذا الحديث من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ طبعا هذه من القضايا اللي دائما كثير من الناس سبحان الله الذين لا يحاولون أن يجمعوا بين النصوص يقعوا في إشكال، يتصوروا بأنه والله يا أخي هذه الآية تقول لك إن والله ابعد من الشر وغني زي ما يقولوا السودانيين. يعني لا، ليس كذلك. عندنا أحاديث وآيات ونصوص كثيرة جدا تتكلم على هذا المبدأ العظيم، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ينقض هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة الكلية بآية واحدة أو نص جزئي هنا وهناك. يبقى كيف نوفق بين هذه الآية التي يفهم منها عند البعض موقفا سلبيا، بينما الآية ليست كذلك. الآية تتكلم عن أنه والله أنت قم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، واسعى بقدر الإمكان في إصلاح المجتمع، ولكن ما ضل الناس بعد ذلك لم يسمعوا إلى كلامك. لا يجب أن لا تكون حزينا وأن لا تشعر بأنه والله يا أخي أنت ما فعلت شيء. لا، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الشخص والشخصين، ويأتي النبي ومعه كذا. فإذا لم يؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى نتيجة ملموسة، لا يعني ذلك أن تلوم نفسك، بل أنت عليك فقط بأن تقوم بواجبك واترك بعد ذلك النتائج لله سبحانه وتعالى. جميل. قد يقول قائل أن اختلاف الأزمان تختلف معها الأخلاقيات والتعامل مع البشر، فلا نستطيع أن نأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في زمانهم في عصرنا المعاصر. ما تقول في هذا؟ لا طبعا هذه ليست على إطلاقها. يعني القيم الأخلاقية ليست من المتغيرات، يعني الأخلاق ليست من المتغيرات، لكن ممكن خلينا نقول قيمة الصدق مثلا، قيمة الصدق وقيمة كذلك الكذب في الاتجاه الآخر، الصدق والكذب. يمكن أن نقول في واقعنا المعاصر تجليات الصدق تأخذ أشكال عديدة جدا، وتجليات الكذب تأخذ أشكال عديدة جدا بحكم التطور الحاصل. يعني الآن نتيجة ما نحن فيه من تكنولوجيا ومن تطور، أنماط الكذب حتما لن تكون كما كانت في لكن يبقى الكذب كذب ويبقى الصدق صدق. فكل ما كان موافق للحقيقة فهو صدق، وكل ما كان مجانب للحقيقة فهو كذب. فهو كذب. لن تستطيع أن تغير في حكم الكذب. حكم الكذب حرام، وحكم الكذب ليس أخلاقي. لن تستطيع كذلك أن تغير في الصدق. الصدق هو موافقتك للحق. الأشكال بعد كده اللي نقدر نصنف فيها إن والله فلان كان كاذبا أو فلان كان صادقا ممكن تختلف خلال الوسائط، من خلال إشكالات، من خلال التكنولوجيا إلى غيره. موضوع الغش مثلا في السابق كان أشكاله محدودة، لكن اليوم أشكال الغش ستجدها ملايين من النماذج. لكن هل اختلف حكم الغش؟ حكم الغش لم يختلف. سيبقى الغش هو الغش، لكن أشكاله، تصوراته، نماذجه، أنماطه ستجد أنه والله تغيرت بتطور وسائل التكنولوجيا التي نعيشها. فليس هنالك تغيير في أصل القيم وفي أحكام القيم، فهذه القيم وأحكامها وهي ثابتة لا تتغير، لكن يبقى تنزلات وتمظهرات هذه الأشكال ممكن نجد فيها اختلاف. بس قد يجد المرء صعوبة في تنفيذها. يعني قد يجد المرء أن الأخلاقيات اللي كانوا يتعاملون بها سابقا عالية صعبة، يعني الآن يعني كيف تتعامل بها في ظل زمن كثر فيه الغش والكذب والخذلان وما إلى ذلك؟ يعني وعلى كل هو شوف، وهي في نهاية المطاف أنت لك قيم ولك مبادئ ولك عقائد ولك كذا تؤمن بها وتريد أن تتمسك بها. إما أنك والله تتحول إلى ما يعرف الآن بالأخلاق السائلة، وهو
أنه والله الإنسان يتلون ويتغير كالزئبق تماما، تجده اليوم في موقف وغدا في موقف آخر. هذه بطبيعة الحال لا تنسجم لا مع الأديان ولا حتى مع القيم الإنسانية التي ترتقي بالأخلاق بغض النظر دوافعها دينية أو لم تكن دوافعها دينية. فكل المجتمعات الآن حتى المجتمعات المادية المحضة التي تعبث كما تفضلت به أو تريد أن تجعل مفهوم الأخلاق مفهوم نسبي، تجعل أن تدخل النسبية في مفهوم إيه؟ في مفهوم الأخلاق. حتى هؤلاء تجدهم لا يرتاحون من ما يقع عليهم من الغش وكذب وغير ذلك، ولا يرتاح لذلك، لكن أحيانا يجاري الناس فيما ذهبوا إليه. فالمجاراة والشعور بأنه لا أستطيع أن أطبق، لا تستطيع أن تطبق، ولكن يمكن أن نقول بأنه والله سيكون هنالك تفاوت في حجم التطبيق. فهنالك حد أدنى وهنالك كمالات. فيمكن أن والله أنا أقول لك أن والله لا تستطيع مثلا أن تعيش الحالة الكمالية في مجتمع منحدر تماما أخلاقيا، لكن في نفس الوقت لا تتيح لك الشريعة أيضا أن تنحدر معهم عن الحد الأدنى الذي يفترض أن تلتزمه. فالحدود مثلا، الحدود التي وضعت لهذه القيم، هنالك حدود يقول فيها الشارع تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهنالك حدود يقول الله سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها. فبعض الحدود القرب منها مشكلة، وبعض الحدود يتسامح معك الشارع إلى أن تصل إلى الحد تقف عليه، لكن يقول لك لا تعتدي. فمثلا الآن عندما تجد إلى الفواحش منطق الشارع فيها فلا تقربوها، لأنك أصلا إذا وقفت على الحد وقعت الجريمة. جميل. لكن بعض الحدود يقول لك لا تعتدي، لا تتجاوز في ذلك. فهذه تقريبا ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهو يظل معك دائما خطوة خطوة إلى أن يخرجك تماما عن الحد الفاصل. وهنا طبعا الحد الأدنى الذي نتكلم عنه هو ما نسميه بتقوى الإسلام. تقوى الإسلام إذا كان والله تجاوزتها أنت في خطر، لأن هي الحد الأدنى المدخل للجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فتقوى الإسلام الحد الأدنى الذي لا يمكن أن يبقى لك إسلام بعده، لا يمكن أن يبقى لك إسلام بعده. صلى الله عليك فضيلة الشيخ. السادة المتابعين والمشاهدين في كل مكان، شاكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. نلتقيكم في حلقات أخرى، ونكرر الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شاكرين لكم. الله يجزيكم الخير. أهلا وسهلا. حياك الله. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. إلى حلقات أخرى في نفس الموعد من كل أسبوع، دمتم بود.